النهاردة بقى هنعمل وصفة كيك من ألذ الكيكات لقلبي. حاجة كده عبارة عن 3 طبقات، طبقة من الكيك وطبقة من الكريمة وطبقة كمان من الكراميل، وده اللي هاقول لِك إزاي تعمليه ويطلع معاكِ ناجح. كيكة من الكيكات اللي باعملها ومن الحاجات الحلوة اللي باعملها، مش بيتفضّل منها حاجة ومش بيتبقى منها حاجة، سهلة جدًا ولذيذة ومكوناتها بسيطة جدًا وموجودة في كل بيت. اعملي لايك للفيديو وتعالي أقول لِك عملتها إزاي. أول حاجة هابتدي أجهّزها وهي طبقة الكيك، وكانت مقاديرها بسيطة جدًا وعبارة عن 5 معالق من كل حاجة، يعني 5 معالق من السكر، 5 معالق من الدقيق، 5 معالق من الزيت، و5 معالق من اللبن، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر وبيضاية، ونُص معلقة فانيليا. في بولة وهابتدي أكسر البيضة بتاعتي، وهاضيف عليها السكر والفانيليا بالمضرب اليدوي، وما كنتش محتاجة أشتغل بالمضرب الكهربائي. هاقلبهم كويس جدًا لحد ما اللون يبتدي يفتح معايا، والسكر كمان يدوب تمامًا بالشكل ده. هابتدي أضيف اللبن وهاضيف الزيت كمان وهاقلب كويس جدًا، وبكده ضفت كل المكونات السايلة. هابتدي بقى أضيف المكونات الجافة، بس هاعديهم على منخل في الأول. هاضيف الدقيق والبيكنج باودر وهانخلهم كويس. هاقلب بقى الخليط معايا كله، هاقلبه كويس جدًا. أنا كنت احتجت لبن لأن كان خليط الكيك كان خفيف معايا. سوري، احتجت دقيق، ضفت عليه معلقة من الدقيق كمان. يعني انت في الحالتين لو حبيتي، لو لقيتي خليط الكيك معاكي خفيف بتضيفي له شوية دقيق، يعني معلقة مش بتزودي. لو لقيتيه تقيل بتزودي لبن. بيختلف من نوع لنوع دقيق، يعني هو الموضوع بيختلف من الدقيق بيكون هو السبب الرئيسي في كده. في صينية بايركس وضفت سمنة بلدي. انا بحب جدا ابطن الصينية بسمنة بلدي. بصراحة بتفرق جدا في اللون وبتفرق جدا في الريحة وفي الطعم. هضيف بقى مكونات الكيك بتاعتي اللي عملتها. الخليط بتاعي قوامه حلو جدا ومظبوط قوي. الفرن بتاعتي شغالة مسبقا على درجة حرارة 180 شبكة في النص، وهدخل الصينية القمر دي في الفرن. هبتدي بقى اجهز تاني طبقة وهي الكريمة. ضفت 5 معالق من السكر، وضفت عليهم كمان 4 معالق كبار من النشا، وهضيف كمان 3 كوبايات من الحليب او من اللبن. هقلب كل المكونات دي على البارد، وبعدين هاخدها على نار هادية جدا. هبتدي اقلب فيها لحد ما توصل للقوام ده. هرفعها من على النار وهضيف عليها مكعب زبدة، وده اللي خلاها كريمي قوي معايا وفرق معايا في الطعم، وذرة فانيليا كمان. انا كنت حاسة ان القوام تقيل معايا، يعني زودت عليه نص كوباية من اللبن. هقلب بقى كده على السخن لحد ما الزبدة تدوب تماما معايا. صينية الكيك بتاعتي طلعت من الفرن. هبتدي بقى اعمل لها ثقوب كده، وابتديت اسقيها بخليط التسقية، وكان عبارة عن نص كوباية من اللبن وعليها معلقة كبيرة من السكر. دوبتهم كويس جدا ورشيتهم على الكيك بالشكل ده. الكريمة بتاعتي القمر ضفتها على الكيك. بصوا قوامها حلو ازاي. لما تدخل بقى التلاجة هتتماسك وهيكون قوامها حلو جدا. سكرها مظبوط. طبعا السكر حسب الرغبة، لو حابينها تكون مسكرة شوية
تقدروا تزودوها سكر. انا كان سكرها بالنسبه لي حلو قوي كده. هدخلها بقى التلاجة شويه لحد ما اجهز صوص الكراميل. الطاسه بتاعتي الجميله، وهضيف فيها كوبايه الا ربع من السكر، وعلى نار هاديه جدا. هبتدي بقى اجهز نص كوبايه من اللبن، وعليها معلقه من النشا، وهجهز كمان نص كوبايه من الميه، ومكعب زبده. وهقول لكم هنعمل ايه. السكر بتاعي على النار بيتكرمل، انا مش هحط المعلقه فيه اطلاقا لحد ما يبتدي لونه يغير كده ويبتدي يكرمل معايا. اول ما السكر يبتدي يدوب ويكرمل هبتدي بقى اقلبه، علشان ما يبقاش فيه ولا حبايه سكر مش دايبه. انا عايزه السكر كله يدوب. بعد ما السكر كله داب معايا هضيف مكعب زبده، هقلب فيه لحد ما المكعب يسيح تماما. الزبده دابت خالص او ساحت خالص، هبتدي بقى اضيف نص كوبايه الميه. في كل مرحله من المراحل دي انا بقلب، يعني انا مش موقفه تقليب. هقلبه كويس جدا لحد ما السكر طبعا كون معايا طبقة من العسل ناشفة كده، فانا هبتدي اقلب فيها لحد ما تدوب تماما. السكر داب خالص، هبتدي بقى اضيف اللبن بالنشا اللي انا كنت مجهزاه، وكنت قلت نص كوباية من اللبن وعليها معلقة كبيرة من النشا ومدوباهم كويس. النار شغالة وهادية جدا. هبتدي بقى اقلب الصوص بتاعي، مش هشيل ايدي خالص منه، هقلب فيه باستمرار كده. القوام بتاعه ابتدى يتقل معايا. بصوا قوامه بقى حلو ازاي. هطفي بقى النار على الكراميل بتاعي، وهاخده مباشرة على الكريمة. هضيف كل كمية الكراميل بتاعتي على الكريمة. هسويها كويس جدا، وهاخد بالي ابقى حريصة ان الكراميل يعني ما يتدخلش في الكريمة. وبس بقى كده صينية الكيك بالكراميل بتاعتي خلصت. هدخلها التلاجة حوالي 3 ساعات، علشان بس الكريمة والكراميل يتماسكوا شوية. خرجتها بقى من التلاجة وكان عدى عليها وقت 4 ساعات. هبتدي بقى اقطعها. طبعا انتي بتقطعيها التقطيع اللي انتي حباه. هبتدي بقى ازينها من فوق كده بالمكسرات. طبعا انتي تقدري تزينيها باي حاجة انتي حباها، او لو حابة كمان تسيبيها كده طعمها حلو جدا. حقيقي من ألذ الكيكات اللي بعملها.
طبقاتها وطعمها حكاية، حرفيًا حلوة جدًا، مش بيتبقى منها أي حاجة لمّا باعملها، ومن الكيكات اللي ما ب اللي لمّا بتخلص بيطلبوها تاني في وقتها، يعني مش بيستنوا فترة عليها مثلًا كده ويطلبوها، لأ يعني ممكن تبقى لسه خلصانة، لأ إحنا عايزين تاني كيكة بالكراميل، فجربيها وإن شاء الله هتعجبِك، وما تنسيش طبعًا تكتبي لي في التعليقات، ومتابعيني الحلوين ما تنسوش اللايك الجميل، ولو أول مرة تنوريني في القناة أهلًا وسهلًا بيكِ نورتيني، ما تنسيش الاشتراك، واستنوني في حلقة جديدة ووصفة جديدة وأشوفكم بخير يا رب، وباي باي.